المملكة العربية السعودية أو من كبار المسؤولين في الدولة والمواطنين الذين بدأوا يتوافدوا على الديوان الملكي. تم دفن جثمان الأمير سلطان في جنوب مقبرة العود. نعم، كما ذكرت بأن عملية الدفن قد تمت، ونحن الآن بانتظار صور عملية الدفن اللحظات الأخيرة التي ورى فيها الأمير سلطان بن عبد العزيز ثرى في مقبرة العود. خالد، شكرا لك، ابقى معي، سنعود مرة أخرى إلى الأستاذ جينان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشرق السعودية. سيد جينان، كان رحيل الأمير سلطان بن عبد العزيز صعبا جدا رغم رحلة العلاج الطويلة التي قضاها في الفترة الأخيرة، ولكن هل حان الأوان الآن للحديث عن مستقبل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالآليات التي سيتم من خلالها اختيار المناصب التي شغلت بعد وفاة الأمير سلطان؟ أنا أتصور أنه طبعا الحديث عن مستقبل المناصب التي شغلت بوفاة المرفوض له الأمير سلطان بن عبد العزيز لا شك قد حان، والناس بكل تأكيد داخل المملكة وخارجها ينتظرون. لكن أنا أعتقد أن الأمور ستكون عادية وطبيعية، وهناك أنظمة واضحة بالنسبة لهذه المناصب. بالنسبة للمنصب الوزاري الذي كان يشغله الأمير سلطان الذي هو وزارة الدفاع والطيران، هذه من صلاحيات الملك ومعروفة وليس فيها أي نقاش. أيضا ولاية العهد، طبعا ولاية العهد كما تعلم جرى العرف في السابق أن النائب الثاني هو تلقائيا يصبح ولي عهد، وفي هذه الحال الآن هناك نظام أصدر خادم الحرمين الشريفين منذ سنتين الذي هو نظام البيعة، وأنا أعتقد أن الأمور في انتقال هذه المناصب تتم بسلاسة وبتلقائية داخل الأسرة المالكة، وأنا أتصور أن هيئة البيعة والملك يستطيعون